اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد بقى، هنبتدي تنظيفات المدارس بقى والتنظيف العميق كده عشان تخش علينا بقى فترة الشتاء والمدارس والكلام ده كله، ما وراناش حاجة. وطبعا نتفرغ بقى للولاد والمذاكرة والدروس وحاجات كده داخلين عليها. احنا خدنا بقى على الراحة، بقى لنا كام شهر هم مرتاحين وما بنعملش حاجة، بنقوم براحتنا وبننام براحتنا، مفيش ورانا مسؤولية موضوع المذاكرة. مش عاوزة اقول لكم انا في الدراسة دي ضميري بيأنبني في اليوم ولا 50,000 مرة. طب احنا في الدرس الفلاني ما تذاكرش، طب في الواجبات دي ما اتعملتش، طب في مش عارفة ايه، وبنجري بقى الدروس والمذاكرة والمدرسة. ومش عارفة بقى موضوع انتظام المدرسة السنة دي، لسه بقى داخلين على حاجة مجهولة، ما نعرفش الوضع هيبقى ايه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان عندي ثانوية عامة، فكله مع بعضه بقى. المهم النهاردة بقى قلت ايه، هبتدي بقى في تنظيفات الشقة كده، واخد أوضة أوضة كل يوم، أعمل أوضة، مش هكركب الدنيا على دماغي. هعمل كل يوم أوضة بحيث ان انا يعني على ما الدراسة تيجي أكون أنا خلصت وبراحتي. أنا بادئة بدري، لسه الدراسة 21/9، أنا بادئة بدري. هو يعني قبلها مثلا بكام يوم، ب20 يوم ولا حاجة، فبراحتي لسه الوقت قصادي، لان انا كمان لسه الحاجات بتاعه المدرسه ما جبتهاش، اليونيفورم والكلام ده، والادوات بتاعه المدرسه السبلايز لسه ما جبتهوش. ف يعني هيبقى في وسط الكلام ده في مشاوير، في يوم ما عملتش حاجه، في يوم ما خلصتش حاجه، فما يبقاش كله ورا بعضه. يعني انا ممكن اعمل يوم وارتاح يوم. لو ابتدينا بدري هنخلص بدري وهيبقى براحتنا، مش قبلها ب3 ايام، قبلها ب4 ايام، الموضوع هيبقى الدنيا الوقت هيبقى قليل وممكن تكروتي. فاحنا لما نبتدي بدري كده هنعمل براحتنا. طبعا قبل ما بخش ابتدي في اوضه، مش بسيب الدنيا بقى تضرب تقلب بره، لا، بروق بره الترويق العادي اللي هو اليومي بتاعي، واسيب بقى الاوضه اللي انا هنضفها في اليوم ده، اللي انا عامله حسابي ان انا هنضفها، اسيبها ما اعملش فيها حاجه خالص، وخلص الشقه بره. مواعين بقى عاوزه تتغسل، غسيل عاوز يتعمل، المطبخ عاوز يتروق، الاكل عاوز يتعمل، كل ده بخلصه وبشطبه خالص، واخش بقى للاوضه بروقان كده انا وهي. ويعني ومعركه بقى جامده كده، ولازم اطلع منتصره في الاخر واخلص، لان أنا خلاص ده هدفي النهارده، ان انا لازم اخلص الاوضه دي. ربنا يعيني كده وبخش ويبقى خلاص بقى الولاد حاجاتهم جاهزه واكلهم جوه، اللي يعوز ياكل ياكل، اللي يعوز يشرب يشرب، وقاعدين بيتفرجوا على التلفزيون او قاعدين على الموبايلات على حسب يعني. طبعا هنا دي كانت المواعين دي، ماشي، يعني حاولت ألم الرخامة كده وانضفها، وحطيت المواعين كلها في الحوض وعلى البوتاجاز. المواعين دي بتاعت الليلة اللي فاتت، يعني هما كانوا سهرانين وعملوا فشار وشربوا بيبسي، واللي عمل نسكافيه واللي عمل شاي واللي عمل شاي بلبن. كانت سهرة جبارة رغم ان انا نايمة، ما كانش في حاجة في الحوض. بس هما سهرانين بقى، خلاص بقى الدراسة جاية وهيناموا، هيناموا من المغرب، يعني هيناموا على الساعة 12 كده مثلا، لكن مش هيفضلوا سهرانين طول الليل وبيناموا الصبح واليوم مقلوب وكده. المهم طبعا ابتديت بقى ايه، لميت كل المواعين بحيث ابقى شايفه ايه اللي هيتغسل. طبعا دخلت اهم حاجه على الترابيزه بتاعه الليفنج عشان اشوف في مواعين ولا يعني في كوبايات جوه ولا في حاجه، ما لقيتش، لقيتهم كتر خيرهم مكومين كله في الحوض. ما بتخليش بنتك ليه تغسل المواعين، بنتي الكبيره وحتى بنتي الصغيره، يعني انا بنتي الصغيره عندي بنت السنه دي هتبقى تانية ثانوي، والبنت اللي اصغر منها داخله اولى اعدادي، وابني الصغير عنده 3 سنين. دي الأعمار اللي عندي، لأن انتوا زي ما انتوا شايفين كده أنا مبحبش حد يخش المطبخ عامة، لأن بنتي أما بتجرب تغسل المواعين بلاقي الدنيا غرقانة، الأرض بقى وحوالين الحوض والبوتاجاز، وانتوا زي ما انتوا شايفين البوتاجاز جنب الحوض على طول، فالمية بتطرطش عليه وبتبهدله. فأنا ما بحبش كده، وزي ما انتوا برضو شايفين أنا ماسكة الفوطة وكل شوية بمسح عشان ما يبقاش حواليا مية.
لان انا ضد فكرة المية في المطبخ دي، لان بتعمل بعد الشر يعني عننا وعنكم، بتعمل حشرات في المطبخ، بتبوظ الخشب، بتبوظ الالموتيل كمان. فليه انا اقف واعمل حاجة وابقى عارفة الحاجة بتتعمل ازاي؟ ممكن بره بقى هما مثلا يمسكوا الموب، يملوا الارض، يروقوا السراير بتاعتهم، لكن الحاجات الداخليات والحاجات دي لا، انا اللي بعملها. ابتديت بقى ان انا اغسل المواعين كلها كده، كله ورا بعضه ورا بعضه. وطبعا بحط شوية في المطبقية اللي جنبي، والحاجات اللي انا بحطها على البوتاجاز على فوطة دي، الحاجات دي كلها ترجع المطبقية اللي فوق وتتحط في الظرف وكده. عشان كده بس هتتصفى في جنب، لكن الحاجات اللي في المطبقية التانية دي بيتسحب منها بقى. طبعا كنت مشغلة دورة في الغسالة. على ما خلصت المواعين نشرت، وكان في غسيل على الحبل طبقته. وكنت كده انا عامله الاكل اصلا من قبلها بيوم، الاكل كان عندي، عشان كده ما شلتش هم الاكل في اليوم ده. وقررت بقى ان انا هبتدي اعمال في الشقه. طبعا للي ما بدأش، يعني نصيحة مني تبتدي دلوقتي، لان انت ما تعرفيش الظروف ايه، ما تعرفيش هيجرى ايه كمان كام يوم. فحاولي تخلصي كل اللي وراكي، وان انت تبقي جاهزة لأي ظرف، لا قدر الله حد تعب، لا قدر الله حصل حاجة، يبقى انت مخلصة اللي وراكي، مش شايلة هم بقى ان انت مثلا وراكي مشوار. طب انا الشقة على بعضيها، وما تفتحيش كله مرة واحدة. خدي كل يوم أوضة، اقلبيها وكركبيها، وما تخرجيش منها غير اما تكوني مخلصاها خالص. وخديها واحدة واحدة. يعني انا بعمل الريسبشن عندي انتريه وسفرة، بعمله في يوم، لان ده ما فيهوش هلك وما فيهوش تعب كتير والكلام ده كله. ممكن اعمله على يومين لو انا بقى ايه، هفضي بقى النيش وهفضي البوفيه وهفضي واعمل بقى ايه الدواخل. لكن لو الحاجات دي معمولة، انا بعمل النيش من السنة للسنة. لان هو مش يعني الريسبشن الشباك مش مفتوح على طول، فمش مضطر، فمش محتاج ان انا انضفه كل شوية. يعني في ناس بيقولك انا بنزل النيش كل شهر كل شهرين. طب ليه؟ ما هو ما جرالوش حاجة، والحاجة اللي انت بتسحبيها منها بتغسليها وبترجعيها نظيفة. فليه البهدلة وليه المجهود اللي ملهوش لازمة؟ بعمل الريسبشن في يوم، وبعد كده بعمل أوضة الأطفال في يوم، وأوضة النوم في يوم، والليفينج في يوم، والمطبخ في يوم. والختام بقى بعمل التويلت. يبقى أنا كده خلاص خلصت. طبعا زي ما انتوا عارفين انا غاسله السجاد وشايلاه، فبالنسبه للسجاد البند بتاع السجاد ده مش هعمل حاجه، هي يدوب بس المشايات المحطوطه كده مطرح رجلينا، هغسلها بس في البانيو وخلاص على كده. الستاير نظيفه. الفرش بتاع الشتاء احنا غاسلينه سوا قبل ما في بدايه الصيف، فما فيش حاجات كتير هنعملها. انا بس بقى هنظبط يعني انا هظبط مثلا التربوهات بتاعه الولاد اللي محطوط فيها الكتب، والكتب اللي انا مش عاوزاها ابتدي ان انا اوزعها، واغسل التربو واظبطه وكده، واشوف بقى ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها وايه الحاجات اللي عندنا. طبعا هفرز حاجة المدارس لان في حاجات باقية من السنة اللي فاتت، هفرزها واشوف ايه اللي انا محتاجاه وايه اللي انا مش محتاجاه. طبعا الكراسات والحاجات دي بنزل اجيبها جملة من الفجالة. فطبعا محتاجة مشوار للفجالة، ومحتاجة مشوار انزل العتبة اجيب اللبس بتاع المدرسة. ففي كم مشوار كده هيبقى في النص، فلازم اكون مخلصة كل اللي ورايا عشان ابتدي بقى ايه ان انا افوق للحاجات التانية دي، وما بقاش مجهدة في دخلة المدارس. عاوزة ارتاح برضو يومين ولا حاجة، بحيث ان انا اقدر بقى اقاوم اللي محتاج يروح المدرسة هوديه، واللي محتاج يروح الدرس هوديه. طبعا انا ما بسيبش حد من الولاد يروح لوحده ويجي لوحده، يعني الاوبشن ده مش موجود اصلا. متعصبة بقى، بخاف زيادة عن اللزوم كده، زي ما تقولوا قولوا، بس انا ما بقاش قاعدة في البيت كده وبنتي بره، وانا ما مش عارفة الطريق وضعه ايه، حد ضايقها، حد عمل. لا، لازم ابقى معاها واستناها واخدها ونروح. الزمن ده ما فيهوش امان لاي حاجة، لاي حاجة خالص. هل هيبقى عندي الطاقة دي لحد ما ابني يكبر وكده؟ بس يعني انا بعمل اللي عليا، والباقي على ربنا بقى ان هو يحفظهم ويصونهم وكده. هنا بقى
انا خلصت كده كل المواعين بشطب بقى، فاضل كان الصينية دي وفي حلة مطرح ما كانوا عاملين الفشار بالليل، ولقيتهم بقى رامين. هو انا مش فاهمة، هو انا استجوبتهم بس هو محدش جاوب الاجابة اللي يعني اللي تريحني. لقيت الحب بتاع الفشار اللي هم الحبة اللي بيبقوا محروقين في اخر الحلة دول مرميين في الحوض، وطبعا سادين الحوض، وانا محبش ارمي اي حاجة في الحوض بتاع المطبخ عشان ما يسدهوش وما احتاجش ان انا اسلكه، لان موضوع الحوض اما بيتسد ده بيبقى مشكلة. فاتخانقت معاهم ولميته كده وقلت لهم حذاري حد يقول لي اعمل فشار تاني، انا اقوم اعمل لكن ما حدش يعمل ويبهدل الدنيا ويعمل لي مشكلة عشان وقف في المطبخ شوية. اديكم شايفين المنظر ده كله بسبب وقفتهم بالليل بس في المطبخ. طبعا كل واحد بيعمل على مزاجه، اللي بيطلع العلبة اللي على مزاجه وبيشرب في الكوباية اللي على مزاجه، وانا سايباهم يعني ما بحاولش ادقق معاهم، عشان لو ما خدوش راحتهم في البيت هياخدوا راحتهم فين؟ مفيش مكان تاني. قبل ما اخش على المطبخ بقى، عشان يعني الشيطان كده كان بيوزني، ما خلاص بقى كفاية النهاردة كده ومش لازم تعملي ومش لازم تخشي تنضفي الأوضة بتاعت أوضة الأطفال وكده. فعشان أدي دفعة ليا وإن أنا أنفذ الحاجة اللي أنا كنت عاملة حسابي إن أنا هعملها مثلا النهاردة وما كسلش وكده، رحت داخلة شايلة الملايات اللي على السراير بتاعة الأطفال، وخلاص بقى حطيت نفسي قصاد الأمر الواقع إن أنا لازم أطلع أخلص الحاجة اللي ورايا بره وأخش، عشان لازم أعمل أوضة الأطفال النهاردة. لأن أنا لو ممكنش عملت الحركة دي كنت ممكن كسلت، كنت ممكن خلاص بقى أنا تعبت، لأن يعتبر اليوم بتاعي خلص كان مثلا كنا العصر. فهل في طاقة ان انا ابتدي بقى انضف اوضة كاملة بقى واجيب عليها واطيها كده وانضفها من الالف للياء وكده؟ فشلت بقى الملايات وفتحت الشباك وهويت الأوضة ونفضت المراتب، والكفرات بتاعت المراتب انا كنت غسلاها وفرشتها على المراتب، وقلت بقى ايه هخلص المواعين سريع سريع كده واخش بقى ان انا ابتدي في الأوضة كده. انا كنت خلاص خلصت المواعين، طبعا هغسل الفوطة زي ما انتم متعودين معايا، وهغسل الحوض، والحمد لله ما نزلت شبرا المرة دي، جبت كلور سايب لان ما كانش عندي، وكان الاستانلس ال... يعني حاسة ان لونه مغير كده، فكنت محتاجة كلور ضروري، فجبت كلور بقى وغسلت الحوض وخليته زي الفل، بيلمع كده الكلور مع الاستانلس بيخليه رهيب. الخلاطات بقى بتاعت الحوض بتاعت المية، الخلاطات بتاعت التويلت، اي حاجة استانلس بيخليه زي الفل بيلمع كده كأنه لسه جديد. هوريهولكم بعد ما خلصت. يعني كنت مكتئبة اصلا عشان الاستانلس ابتدى اي حاجة بتبتدي ان هي تتوسخ او كده بحس ان نفسيا مش مظبوطة. فغسلته بقى وخلصته كده وبقى زي الفل. شايفين الاستانلس دول بقى شوية المواعين اللي هيرجعوا في الظرف، وده الحوض. شايفين المصفى بقى لونها تحفة، كانت اصفرت شوية كده وكانت مضايقاني. وهنا كده انا خلاص خلصت وخرجت من المطبخ، وهخش بقى على الجد بقى. مش عاوزة اقول لكم انا شقلبت الأوضة، شلت تحت السراير كل حاجة شلتها ونضفت تحتيها. هنا بقى انا كنت ناديت لبنتي شالت معايا المرتبة عشان المرتبة تقيلة، وشلت بقى الملل ونفضت وظبطت الدنيا وطبعا الحاجة اللي تحت السرير دي بشيل نصها وانضف وارجع النص التاني، وبعد كده اشيل النص التاني وانضف. انا النص التاني ده كنت خلاص نضفته، وطبعا في حاجات خزين وكده ولبس وفرش، بلمع بقى الشنط كويس وبمسحها، والاكياس السودا دي لو لقيت الكيس ان هو اتقطع او كده بغيره و... واشفط بقى بالمكنسة اي تراب اي حاجة. بعد كده امسح بالموب، طبعا الموب حاطه فيه معطر عشان يبقى ايه ريحة الحاجة كده المتخزنة حلوة. وشلت طبعا السرير بعد ما خلصت بقى، حطيت الملل وحطيت الكراتين اللي انا بحطها عشان المرتبة التاكي عشان يبقى كلها مستوية كده المرتبة ما تبصي.
هي المفروض ما يبقاش فيه فراغات ما بين الملل وبعضيها، بس هو السرير ده كان كده وهو قبل ما اجيب المراتب التاكل، لان كانت في مراتب عليه قطن عادية، ف اضطريت ان انا احط الكراتين دي عشان يبقى المرتبة مستوية كده. وطبعا شلت السرير اللي انا فرشته ده، شلت من وراه وشلت من الجنب ونضفت وعملت بالمكنسة وزعفت زي ما انتوا شايفين كده. بس ده كده السرير التاني، حبيت بس اوريكم اللقطة. ده كده عشان جنب الشباك فمردوم تراب، نضفته وظبطت الوزرة عشان بيبقى عليها تراب. وده كده في الجنب جنب السرير برضو نضفته وعملته بالمكنسة ومسحته بالموب وظبطت الدنيا خالص. وبعد كده عملت تحت السرير نفس العملة اللي انا عملتها في السرير الاولاني. خلاص على كده، ونفضت الحاجة اللي تحت السرير. وهنا ابني بيساعدني بيعمل بالفرشة. الفرشة دي اللي ما عندهوش الفرشة دي فايته كتير. اي تراب بتشيلهولك، واي تراب يعني بتوصل، لان الفرشة بتطول فبتوصل لاماكن كتيرة جدا. الفرشة تحفة بصراحة، يعني الموب والفرشة دول لا غنى عنهم في التنظيف. طبعا فرشت بقى السراير وخلاص كده. بس طبعا ده مش الفرش النهائي، انا كده بعمل الدواخل وبظبط الدنيا. خلصت السراير والستارة كنت ربطها كده عشان هي نظيفة مش محتاجة ان هي تتغسل. ادعولي ان انا اغير الستارة دي لانها مضايقاني، مش ماشية مع الالوان الجديدة لان انا كنت مبيضة من فترة، فالستارة دي كانت مع الوان البياض الاولانية، فما غيرتهاش بصراحة. بس ان شاء الله في الخطة الجاية هغير. هنا بقى كنت خلاص شلت الملايات حطيتها في الغسالة. طبعا لازم اعمل زي ما انتم متعودين معايا، ان انا مجرد ما اشيل الملايات مجرد ما احطها في الغسالة عشان ما تعملش كركبة في الباسكت بتاع الغسيل. وهنا كانت الأوضة خلصت وظبطت بقى التربوهات مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. واللي كان محتاج يتغسل غسلته ونشفته وظبطت الدنيا فوقيهم. هما كده حاطين حاجاتهم الاكسسوارز بتاعتهم والمشاط والحاجات دي بيحطوها على التربو من فوق. ويبقى كده خلاص الأوضة خلصت. طبعا الحاجات اللي في الجنب ده الحفا والبطاطين والحاجات دي طبعا في الشتاء هطلعها. والغسيل غسلته. الملايات. بحبكم في الله وباي باي.